السلام عليكم. النهارده معادنا مع النصيحة التالتة أو الجزء التالت من نصائح هامة للعمل. أي مدير أو أي شخص في بوزيشن قوي بالناس اللي تحتيه، مش قوي بالناس اللي فوقيه. بمعنى أنت مسنود بالتيم بتاعك، التيم بتاعك ده هو راس مالك اللي لازم استثمر فيه، ولازم اطوره، ولازم اكبره، ولازم اعلمه. فبلاش شغل ان انا اجيب التيم بتاعي ده تحت ضرسي، ان انا لا اتعامل معاه بالاجازات بالجزاءات، لا، لازم اخليه شغال وهو مبسوط. ليه؟ اشغله وهو مبسوط احسن ما يشتغلني انا شخصيا، وده معروف في عيني كله. لكن التيم بتاعي بيتقسم لاربع فئات او اربع انواع على رايهما. النوع الاولاني اللي هو عندي في التيم بتاعي واحد لسه فريش، لسه داخل فريش، لسه جديد، لسه عنده قابلية للتعلم، لسه متحمس. فدي من واجب عليه ان انا امشي معاه خطوة بخطوة واوجهه واعلمه. فالنوع ده هيخش معايا على النوع التاني اما يقدم شوية، هيبقى راجل عارف كل حاجة في الشغل وتعلم كل حاجة وماشي تمام، وعارف ان هو بقى تمام وبيعرف يتعامل في اي حاجة في الشغل. لكن هو بقى زهقان خلاص، الراجل اتعلم كل حاجة وبقى بيعرف يمشي الدنيا، فهيزهق من الروتين اللي احنا بنتعامل بيه كل يوم، او نفس المشاكل او نفس الكلام او نفس كل حاجة. فده اتعامل معاه ازاي؟ ان انا بديله تاسك جديد او ان انا اعلمه حاجة جديدة. فيبقى يخش عندي بقى النوع التالت ده اللي هو الهيرو، اللي كل واحد بيتمنى ان التيم بتاعه يبقى زيه، راجل عنده هاي سكيلز. لا، والراجل ده لسه عنده قابلية للتعلم، لسه عنده قابلية انه يكبر، لسه عنده قابلية انه يترقى، والاهم من ده كله ان هو بيبقى لسه عنده حاجات عايز يديها للشغل. فده انا راجل في بوزيشن او راجل في منصب، لازم أنا اتعامل معاه ازاي؟ بتعامل معاه بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا كراجل سوبرفايزر، او ان انا كراجل في بوزيشن، او ان انا كراجل في مدير، بتعامل معاه ان انا بديله حته من مهامي تقديرا ليه، بخليه يعمل من مهامي. الحاجه التانيه ان انا بسيبه يتعامل، ان هو يحل مشكلة، ان هو يتخذ قرار، ان هو يتعامل لوحده في حاجة مهمة او في قرار مهم. لازم اسيبه ان هو ياخد القرار او ان هو يتعامل مع المشكلة ديت. والاهم من ده كله ان انا بساعده. فده لازم امسك فيه واعلمه كل حاجة. ده بقى يخش عندنا النوع الرابع ده اللي هو لا عايز يتعلم ولا عارف يتعامل. ده من رأيي الشخصي ان امشيه، الا اذا عندك انت وقت تضيعه معاه، دي حاجة تانية خالص، ودي حاجة تخصك كمدير.